يوم القيامة احنا كلنا هنكون واقفين في أرض المحشر، واحنا كلنا واقفين هنسمع حد بينادي في السماء بيقول إن كل أمة تروح على النبي بتاعها، وده هيحصل في الآخر خالص بعد المراحل الأولى. بيطلب من كل أمة إن هي تروح وتقف ورا النبي بتاعها، واحنا عشان أمة سيدنا محمد فكلنا هنروح لسيدنا النبي ونقف وراه، وبعديها هنبدأ نتجه لآخر خطوة ما بين الجنة والنار، الصراط. عشان أوضحهولك هو جسر لازم تعدي من عليه عشان توصل للجنة. يعني باختصار احنا هنكون واقفين وهيكون الجسر موجود قدامنا، والمفروض علينا كلنا إن احنا نعدي من فوقيه. ومش كده وبس، ده كمان هيكون تحتيه نار جهنم. يعني احنا حرفيا بنعدي من فوق النار عشان نوصل للجنه. وضيف على ده كله كمان ان الدنيا هتكون ضلمه، كل امه واقفه وكلنا خايفين، محدش فينا عارف احنا هنعدي الكلام ده ازاي. هنعدي الجسر اللي مليان حاجات حاده وكمان تحتيه نار جهنم. ساعتها واحنا واقفين هنسمع حد بيقول اللهم سلم سلم، عمالين نلتفت مين بيتكلم؟ سيدنا محمد قاعد بيدعي لنا كلنا اللهم سلم سلم. وفجاه كل الانبياء تبدا تردد وتقول نفس الدعاء اللهم سلم سلم. بس انا عايزك تطمن، كل مؤمن واقف عند الصراط هيكون معاه نور ينور له المكان، والنور ده بيكون على حسب اعمالك في الدنيا. في ناس هتكون معاها نور بحجم جبل كامل، وناس تانية هيكون معاها نور على قدها، وفي اللي مش هيكون معاه نور خالص. واول واحد يعدي على الصراط هو سيدنا النبي، ويعدي في طرفة عين. واول امة لازم تعدي من على الصراط هو احنا. في مننا اللي هيعدي بسرعة البرق واللي هيعدي بسرعة الرياح، بس في نفس الوقت في اللي هيعدي ببطء جدا واللي هيكون بيزحف عشان يعدي الناحية التانية. في الناس اللي ما بيكونش معاها نور خالص ومش شايفة وعمالة تتعور في الحاجات اللي محطوطة، وفي اللي بيقع في نار جهنم. ده كمان اللي بيقعوا دول سيدنا النبي بيشفع لهم عند ربنا لحد ما كل المسلمين يعدوا من على الصراط ونقف خلاص عند باب الجنة. واحنا بنصلي دايما بندعي ان يا رب اهدنا الصراط المستقيم، الصراط اللي في الدنيا اللي هو الفتن والشهوات وكذلك. فلازم نعدي من ده علشان يبقى معانا نور ويعدينا من ده. صلي على سيدنا محمد. لو جيت تفكر فيها كده هتلاقي ان مشكلتنا اكبر من مشكله ابليس نفسه، لان ابليس مرضاش يسجد لسيدنا ادم لما ربنا امره. احنا في ناس مننا دلوقتي مش راضيين يسجدوا لربنا اصلا. شايف الفرق عامل ازاي؟ ليه يكون في شخص مش عاوز يقف قدام ربنا؟ ما هو الواحد اول ما بيقول الله اكبر ويصلي كده خلاص هو واقف قدام ربنا، وقدامه فرص كتير بقى يدعي ويفضفض ويطلب كل اللي هو عاوزه. فلما الشخص يرفض او يكسل انه يقوم يصلي ملهاش غير معنى واحد بس، انه مش عاوز يقابل ربنا ولا عايز يحكي له ولا عايز يتكلم معاه. بس ازاي؟ ما هو برضه لو فكرنا فيها شوف كام مره دعينا ان ربنا يخرجنا من مشكله وفعلا خرجنا، او كام مره طلبنا من ربنا حاجه معينه في الدنيا وحصلت. دعينا ربنا قد ايه يسترها معانا في حاجه معينه وفعلا سترها. ده غير طبعا كل النعم اللي هو مديها لنا. لما يكون الشخص ما عندوش مشاكل في جسمه وعنده صحه وقادر يتحرك وياكل، كل دي نعم على فكره، بس عشان احنا اعتدنا وجودها، يعني اتعودنا على وجودها فحسيناها ان هي حاجه عاديه وفي كل الناس. لكن كل دي نعم من عند ربنا. يعني مثلا نعمه البصر دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا. ما ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي كان قادر ان هو ياخد مننا النعمه دي، وان احنا نتولد ما نشوفش او يحصل حاجه في الدنيا وتخلينا ما نشوفش. هنقول له ايه بقى؟ يا رب عاوزين عينينا تاني؟ ما هي مش عينينا، دي نعمه من عند ربنا. فاحنا واخدين نعم قد كده، وربنا بيكون موجود في كل وقت بنحتاجه فيه، وما بنقولش شكرا حتى. يعني ولا بنصلي ولا بنشكر. لما الشخص يكون بعيد عن الصلاه دايما هتلاقي حياته متكركبه، كل حاجه مش نافعه وكل حاجه ماشيه غلط، والشخص نفسه بيكون زعلان ومكتئب من جوه وما بيكونش عارف ايه هو السبب. فلما الشخص ياخر الصلاه ده ممكن يكون سبب ان ربنا ياخر عليه حاجات كتيره قوي حلوه، لان ربنا بيكون عاوز يفتح للبني ادم ابواب كتير حلوه جدا، بس مستنيه هو ياخد الخطوه الاولى. واول ما الشخص ده يبدا يواظب على الصلاه فتره، حياته من ساعتها هتبدا تترتب من كل ناحيه. والكلام ده طبعا عن تجربه. اول ما الواحد بيقوم ويبدا ويحاول، حياته بتبدا تتحسن من كل الاتجاهات. صلي على سيدنا محمد. تعرف انك لو قريت آية الكرسي بعد كل صلاة هيكون ما بينك وما بين الجنة الموت بس. يعني لو مواظب على آية الكرسي بعد كل صلاة هيكون ما بينك وما بين الجنة ان قلبك يقف وروحك تطلع وعلى الجنة ان شاء الله.